لا يفاجأ إذن أي مجتهد يشتغل بالفكر والدعوة إذا وجد القطيع يضع جانبا كل علمه وجهده ليتهمه بالكفر الصريح. نعم، يتهمونه بالكفر الصريح وليس بالضلال، فالقطيع ينقاد أصلا لبهيمة يكفر كبار أئمة التاريخ. يعني بهيمة يخرج ليقول الإمام النووي كافر، الإمام النووي الذي كتب كمثال فقط شرح صحيح مسلم في 9 مجلدات كبيرة، هذا بالإضافة إلى مكتبة كاملة في الأصول وفي الفقه، وحتى يعني الشافعية يعتبرون أنه انتهت إليه إمامة المذهب في عصره، ثم مات وعمره 46 سنة بعد ما ترك آلاف الصفحات. تخيلوا هذا الجهد الكبير. يأتي واحد الآن مجهول فقط لأنه أطال لحيته كما قلنا وفتح قناة على اليوتيوب يقول هذا الإمام كافر. ليش؟ لأنه يعني ممكن تفهم أنه هو كان أشعريا، والبعض كان يجادل الآن هو أشعري مش أشعري، متأثر غير متأثر، لكن موضوع الأسماء والصفات الذي ظهر في بعد عصر السلف هو لا يحقق فيه المواصفات التي نحن نسميها هي السلف. فبهذا المعنى وبهذه المعايير الصعبة هو إذن كافر، وكل ما كتبه قبل ذلك لا ينفعه. فإذا كان النووي قد كفر فما بالك أنا ولا عبد الله الشريف؟ يعني بكل بساطة احنا زنادقة إذن ومنافقين وكفار. لذلك أنا قلت في المنشور الأول لما كنت أسخر فيه كنت أقول أننا نعيش في مصحة عقلية مفتوحة.